السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا شباب، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك. النهارده طبعا علشان خاطر احنا في اجازه، ففي ماتش للنادي زد مع النادي الاهلي ونادي الزمالك مع نادي الاتحاد، فحبينا نطلع نتكلم كلمتين ونشوف الفرقتين هيقدموا ايه قبل مباراه القمه اللي جايه بينهم وبين بعض. نادي زد بيستضيف النادي الاهلي النهارده على ملعبه، ونادي الزمالك بيستضيف نادي الاتحاد. طبعا عارفين ان النادي الاهلي معاه مارسيل كولر، ونادي زد معاه كابتن مجدي عبد العاطي، وبالنسبه لنادي الزمالك معاه الكابتن جوميز وكابتن طارق العشري مع نادي الاتحاد. يا ترى الاربع مدربين عندهم ايه وفكرهم ايه وطريقتهم ايه، وكل واحد هيقدم ايه النهارده في ماتش، واحد منهم النهارده هيقدم ايه في مباراته النهارده، وخصوصا الزمالك والاهلي في اللقاء اللي بيعتبر بالنسبه لهم لقاء 3 بونت في الدوري المصري، بالاضافه لان هو اللقاء التحضيري لما قبل مباراه القمه، قمه قطبي الكره المصريه، الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. بالنسبه لمباراه الزمالك والاتحاد، الزمالك صاحب الارض، الاتحاد الفريق الضيف. جوميز النهارده قدم مباراه ولا اروع من كده، كان بيستحوذ فيها لعيبه الزمالك على الكره معظم اوقات المباراه، قدر ينهي الشوط الاولاني كمان بهدفين. الهدف الاولاني صناعه عمر جابر، فينش وانهاء زيزو اللي هو يعتبر الهداف الاوحد دلوقتي في نادي الزمالك، ما شاء الله عليه، اللي هو كل ماتش تقريبا بيحط بصمه او بيضيف هدف. الهدف الثاني هدف ولا اروع ولا اجمل ولا احلى من اسيستات احمد فتوح، اللي بدا يعمل كومباك لمستواه تاني ويرجع لمستواه تاني، لناصر ماهر اللي ضرب فيها الاوفسايد من تحرك طولي ما بين المدافعين، اللي هو انفرد بالمهدي سليمان وحطها بعقل ورزانه واسلوب ولا اجمل على شمال المهدي سليمان اللي ما قدرش يعمل اي حاجه. على مستوى اللعب، نادي الزمالك استحوذ على المباراه بشكل كامل، استحوذ على الكوره، قدر يستخلص الكوره سواء كانت ما بين اقدام لاعبي الاتحاد، قدر يستخلصها بسرعه جدا. الاتحاد ما كانش بيعمل باص والتاني، حتى في تشتيت الكوره ما كانش قادر يشتت الكوره، لما بتتشتت ما كانتش بتوصل حتى لعيبه الاتحاد من رجل لرجل، لا كانت بتوصل برضه لعيبه نادي الزمالك. فدايما السكند بول بتاع نادي الزمالك، دايما لعيبه نادي الزمالك قدروا يعملوا ضغط عالي. ما فاتش نادي الاتحاد الدفاع الكومباكت اللي هو عمله، لان الاختراقات الطوليه قضت على الدفاع الكومباكت اللي طارق العشري عامله مع لعيبته مع لعيبه نادي الاتحاد. فالاسيست بتاع عمر جابر كان اسيست طولي لاحمد سيد زيزو، واسيست برضه احمد فتوح كان اسيست طولي بس بشكل لوب كده او تشيب ما بين من فوق روس لعيبه الاتحاد. استلم ناصر ماهر بعقل جدا وبهدوء، حطها على شمال المهدي سليمان. فنقدر نقول ان النهارده بدات تظهر بصمات جوميز على تدوير الكوره وعلى الضغط العالي وعلى الاختراقات الطوليه. يعني النهارده ما شفناش اختراقات ولا اعتماد على الجنبين بشكل زي الماتشات اللي فاتت، ولا حتى شفنا عمليه تدوير للكوره بدون اي استفاده من التدوير او اختراق لدفاعات الفريق الخصم. لا، النهارده شفنا كمان الزمالك بيقدر يلعب الكوره ما بين الاثنين الستوبر، او ما بين الستوبر والباك اللي جنبه، سواء الستوبر والباك الشمال او الستوبر الثاني والباك اليمين. فشفنا الاختراقات الطوليه، يعني عمليه تدوير بيصاحبها ازاي اخترق الدفاع الكومباكت اللي طارق العشري او لعيبه الاتحاد عاملينه. هو ده كان القصد اللي قدر يوصل لمستر جوميز علشان يضيف اولى بصماته او يضيف اولى الطرق اللي هيخترق بيها الدفاعات المتقفله او المتكتله قدامه، الفرق اللي هتقابله بطريقه دفاع كومباكت يعني. فحقيقي النهارده الزمالك قدر يثبت نفسه. اما بالنسبه للنادي الاهلي، بدا نادي زد المباراه بضغط عالي جدا واستحواذ شبه كويس وتمركز للعيبه نادي زد بشكل منطقي، سواء كوره ضدهم عليهم يعني قدام منطقه الجزاء، حتى التشتيت كان بيبقى دايما الديفندرات واقفين قدام المنطقه بياخدوا الكور اللي بتتشتت عشان يبقى السكند بول استحواذ لعيبه زد او انتشار لعيبه زد كان بيبقى كويس جدا. بعد ربع ساعه دي قدر النادي الاهلي يعمل انه يرجع للمباراه من جديد، ويقدر يمسك الكوره ويقف على الكوره ويستحوذ عليها ويبدا ينقل الكوره ويعمل عمليه تدوير بشكل امثل.
ولكن النهارده لو بصينا لمستر كولر هنلاقي كولر النهارده عمل بعض الاديشنز في الفريق، غير 3 تغييرات. الثلاث تغييرات اللي غيرهم كان ابرزهم الباكين. الباكين الاساسيين للنادي الاهلي اللي هو محمد هاني من ناحيه الشمال، اللي من ناحيه اليمين، وعلي معلول من ناحيه الشمال، فاتغيرهم بعمر كمال وكريم الدبيس. ولكن لما نيجي نبص على نادي زد ونشوف بالذات نادي زد، هنقول النهارده علي لطفي هيقدم ايه قدام النادي الاهلي، شادي حسين هيقدم ايه قدام النادي الاهلي، وهما كانوا اصدقاء الامس في النادي الاهلي، والنهارده منافسي اليوم في نادي زد للنادي الاهلي. فالواضح من مباراه زد ان زد مذاكر النادي الاهلي كويس جدا، مقفل كويس جدا على طاهر محمد طاهر وعلى رضا سليم، الجناحين برضو اللي يعتبروا هما الاثنين كمان متغيرين، باستثناء رضا سليم اللي كانت رجله في الملعب الماتشين اللي فاتوا باراحه او بعمليه تدوير بيعملها مستر كولر لبيرسي تاو اللي اجهد في الفتره الاخيره ديت هو وحسين الشحات. يبقى هو كده مريح الجناحين او الجنبين كاملين، الباك اليمين محمد هاني بيرسي تاو الجناح اليمين، وحسين الشحات الجناح الشمال بالباك الشمال اللي هو علي معلول. فهو بيعمل عمليه ابداد وتحليل، فهو بيعمل عمليه استبدال واحلال لبعض اللعيبه وتدوير لبعض اللعيبه علشان يريحهم ويخلي بقيه اللعيبه رجليها في الملعب علشان خاطر وقت ما يحتاجهم يلاقيهم ويلاقوهم جاهزين. ولكن هل رضا سليم مع طاهر النهارده هيقدروا يعملوا سويتشات ويعملوا الشغل اللي كانوا بيعملوه بيرسي تاو وحسين الشحات في نص الملعب والكلام ده؟ مفيش. هو الشوط الاول انتهى تماما بدون اي خطوره على مرمى نادي زد، على مرمى علي لطفي. زد منتشر كويس جدا ومقفل كويس جدا على الجبهات ومقفل كويس جدا على منطقه نص الملعب، قادر يستخلص الكوره وقادر يمنع الخطوره على علي لطفي. مجدي عبد العاطي محفظ لعبته كويس جدا، الوقفات محفظ لعبته كويس جدا، ازاي يطلع بالكوره، مش لعيبه مستعجله، ما تحسش ان هم لعيبه سنه اولى دوري ممتاز، بل بالعكس تحس ان الناس دي اللي في الدوري الممتاز بقى لها 3 4 سنين. عندهم ثقه في نفسهم، عندهم وعي، عندهم عقليه، المنتاليتي عندهم كويس جدا، حافظين معاهم مدرب واثق من نفسه ومخلي اللعيبه كمان واثقه في نفسها ان هي تستحوذ، تستلم، تقف بهدوء بعقل، بيطلع الكوره بينقل من رجل لرجل، مفيش خوف ولا رهبه من ان هو بيلاعب بطل الدوري المصري او اقوى نادي في الدوري المصري وهو النادي الاهلي. ولكن لما نيجي نبص للنادي الاهلي فهنلاقي النادي الاهلي لحد الدقيقه 55 يعني 10 دقائق كمان من الشوط الثاني لم يقدم جديد. تقدر تقول في الوقت ده ان النادي الاهلي كان محتاج لبعض التغييرات او لتدخل مستر كولر، ان هو يحاول ينشط الجبهه الهجوميه او ازاي يخترق دفاعات وتنظيم الدفاعات لنادي زد، الا ان كولر ما اتدخلش في ال10 دقائق الاولى من الشوط الاولاني. لو جينا نرجع لمرجوعنا تاني لماتش الزمالك والاتحاد فهنلاقي ان اهم ميزه كانت موجوده النهارده في ماتش الزمالك والاتحاد هو اكتشاف رباعي هجومي مع وسط جديد، بيتبادلوا الادوار، بيتبادلوا المراكز، بيتبادلوا الخطوره، بيتبادلوا ما يقدمونه من متعه للجماهير المصريه بصفه عامه ولجماهير نادي الزمالك بصفه خاصه، وهو احمد سيد زيزو وهو احد اعمده نادي الزمالك، مع جوهره الكره المصريه الكابتن عبد الله السعيد، مع افضل باك شمال في افريقيا وهو الكابتن احمد فتوح، مع ناصر ماهر وهو اللي بيعيد اكتشاف نفسه بالفانيلا البيضاء. النهارده قدموا بعض اللمسات وتدوير الكرة والمهارات الفرديه والجماعيه بينهم وبين بعض اللي بيمتعوا بيه جماهير الكرة المصريه بالكامل بلا استثناء، يعني بيمتعوا بيه جماهير الكرة المصريه بالكامل بلا استثناء. رباعي جديد، اعتقد ان الرباعي ده قريب جدا حسام حسن هيحط ايده عليه مع منتخب مصر. رباعي بيقدم متعة كروية مميزة جدا، وإذا لم يحدث إن يكون الأربعة دول مع حسام حسن في منتخب مصر فأنا براهن إن هو مش هياخد منهم أقل من 3. براهن على إن حسام حسن حسام حسن مش هياخد من الرباعي ده اقل من 3 لعيبه، فاذا استثنى لن يستثني سوى عبد الله السعيد وهيبقى العامل السن مش لعامل ما يقدمه، واذا نظر لعدم اهميه السن مقابل ما يقدمه عبد الله السعيد من فاصل مهاري ومن خبرات ومن خططي وتكتيكي في قلب الملعب فلا غنى عن الرباعي ده في منتخب مصر.
احمد سيد زيزو، احمد فتوح، ناصر ماهر، عبد الله السعيد. نرجع برضه لمباراه زد والنادي الاهلي. المباراه الثانيه ان احنا بنتناقل فيها الاخبار او الاحداث مع نادي الزمالك ونادي الاتحاد. هنلاقي في الدقيقه تحديدا 57 58 بيظهر قوه واداء وفكر كابتن مجدي عبد العاطي مع لعيبه نادي زد. من ناحيه ايه؟ في الدقيقه 57 58 تحديدا لعيبه نادي زد بتضغط كويس جدا على النادي الاهلي في نص الملعب، وبتضغط على لاعبي الجنبين سواء طاهر او سواء رضا سليم، وبتستخلص منهم الكور وبيقدموا كوره ممتعه وبيتنقلوها بالكعوب. ان هو رايح كمان بيضغط على الفريق وبينقل الكوره وبيحاول ان هو يعمل عرضيات علشان يحرز اهداف. اللي تقدر هنا تنتبه له او تشوفه كقوه ملاحظه ان نادي زد بيقدم كوره قدام النادي الاهلي ليست دفاعيه. هو مضيق المساحات، مقفل على الجنبين بتوع النادي الاهلي وعلى خط النص، بيضغط كويس جدا على لعيبه خط النص اللي هو مروان عطيه وعمرو السوليه علشان يستخلص الكوره، وبيروح يقدم الكوره او بيضغط على لعيبه الاهلي عشان يقدم كوره هجوميه ويهدد مرمى مصطفى شوبير. القصه هنا او الحكايه هنا ان الكابتن مجدي عبد العاطي ما بيلعبش المباراه من اجل ان هو يقدم مباراه جيده او من اجل ان هو يحصل على نقطه من المباراه، لا، هو ظهر على مجدي عبد العاطي بسبب ان هو اول ما بدا الشوط الثاني كان عامل تغييرين، وظهر بعد الكوره او الهجمه دي بالذات تحديدا اللي كانت في الدقيقه 57. ويظل السجال ما بين لاعيبه نادي الاهلي ونادي زد في محاولات من النادي الاهلي لكن دون جدوى، ومحاولات من نادي زد بتشكل بعض الخطوره ولكن ايضا دون خطوره او تاثير على مرمى مصطفى شوبير. وبيتدخل كولر تاني في الدقيقه 80 بنزول موديست وكريم فؤاد ومحمد مجدي قفشه لمحاوله ادراك هدف او احراز هدف في العشر دقائق الاخيره من المباراه. ولكن لما نيجي بقى نرجع لدقائق بسيطه جدا في مباراه الزمالك والاتحاد، فهنلاقي ان الزمالك مسيطر على احداث المباراه بالكامل، وتحديدا في الشوط الثاني اللي الزمالك مسيطر على اجواء المباراه بالكامل، وتحديدا في الشوط الثاني اللي لعبته بدات تقدم كوره استعراضيه، كوره مهاريه، نقلات كتير جدا وتدوير كتير جدا للكوره، لدرجه ان احنا ما بنقدرش نعد النقلات ما بين اللعيبه وبعضها. فشكل لعيبه الزمالك ان هم اكتفوا بالهدفين اللي احرزوهم في الشوط الاولاني، ويكتفوا بالمهارات والفاصل المهاري والنقلات الممتعه بالنسبه لجماهيرهم، اللي جماهير نادي الزمالك طبعا بتحب الكره الجميله في العيد، ودي تعتبر اجمل عيديه على جماهير نادي الزمالك لان هم من عشاق الفن والهندسه. ولكن بكل امانه نقدر نقول ان الزمالك النهارده قدم كحك العيد وقدم غرايبه العيد وقدم بتفور العيد لجماهيره من خلال الكوره الجميله اللي قدموها مع الفوز على نادي الاتحاد او مع الاهداف اللي احرزتها لعيبه نادي الزمالك في مرمى نادي الاتحاد. ولما نيجي نبص لكابتن جوميز هنلاقي جوميز في الدقيقه 63 عمل ثلاث تغييرات اللي هو بيطلع حلويات الملعب وبينزل بتفور الدكه او بينزل غرايبه الدكه. فبيطلع في الدقيقه 63 احمد حمدي وناصر ماهر وسامسون اكينونا، بينزل مكانهم سيف الجزيري ومحمد شحاته ومهاب ياسر. مهاب ياسر اللي كل ماتش بيقدم كوره جميله وبيقدم نفسه كجناح يمين جديد لنادي الزمالك على خطى نقدر نقول احمد سيد زيزو، على خطى شيكابالا، لعيب كويس، لعيب كورته كويسه، لعيب استحواذه على الكوره ووقفته على الكوره كويسه، ما بيفقدش الكوره بسهوله، بساطه فيها دقه تمرير كويسه جدا، بتتحط في المساحات او في الاماكن الفاضيه، لدرجه ان هو عمل كوره واثنين وثلاثه لعمر جابر، فبيطلع عمر جابر من ورا لقدام يعمل عرضيات كويسه جدا. وبتشهد علينا او بتشهد المباراه على نادي الاتحاد وتحديدا في الدقيقه 77 اللي مجموعه من التمريرات ومجموعه من الفاصل الجميل لنقلات الكره ما بين اقدام لاعبي الزمالك لحد ما بتوصل لمحمد شحاته بيعملها عرضيه جميله جدا لعمر جابر الغير مراقب والغير متواجد معاه اي من مدافعي نادي الاتحاد، وتحديدا الباك الشمال لنادي الاتحاد في المكان ده، مع عمر جابر ان هو يغطي معاه، الا ان عمر جابر بيستلم الكوره ناحيه اليمين من محمد شحاته وبيعملها عرضيه من لمسه واحده، ولا اروع ولا اجمل. بيركب الكوره كويس جدا سيف الجزيري اللي لسه نازل من شويه وبيعملها بدماغه تخبط في عرضه المهدي سليمان وتطلع بره الملعب اوت.
ولكن الملاحظ هنا ان هو دون تدخل من اي لعيب من لعيبه نادي الاتحاد، ودون ممارسه الضغط الطبيعي على لعيبه نادي الزمالك لاستخلاص الكوره. حتى لما الكوره اتلعبت بدماغ سيف الجزيري على مرمى المهدي سليمان نفسه ما عملش عليها اي تراي او محاوله او الكلام ده، هو سابها تخبط في العارضه وتطلع بره لوحدها دون اي تدخل منه. فالزمالك قدم مباراه ولا اجمل ولا اروع، قدم عيديه جماهيره، قدم كحك العيد وبسكوت العيد للجماهير، واستحق الثلاثة بونت علشان يتقدم بيهم من المكانة الغير طبيعية لنادي الزمالك لمكانة أفضل مما هو عليه الآن يعني، لحد اكتمال المباريات المؤجلة بالكامل يعني. لما نيجي نرجع مرجوعنا تاني النادي الأهلي، فهنلاقي إن النادي الأهلي قدم مارسيل كولر تغييرات بالجملة، فنزل في الدقيقة، فهنلاقيه بيقدم تغييرات بالجملة. فهو نزل وسام أبو علي، ونزل احمد عبد القادر، ونزل بعدها محمد مجدي قفشه، ونزل موديست، ونزل كريم فؤاد في الدقيقه 80 في محاوله ان هو يغير من شكل او من اداء اللعيبه او من احراز هدف او من خطف الثلاثه بونت من نادي زد، ولكن كلها محاولات بتبوء بالفشل. ولكن للامانه وقت عمل الفيديو المباراه لسه شغاله، ولسه يا عالم النتيجه هتروح بينا لفين، سواء في مباراه زد والاهلي او مباراه الزمالك والاتحاد. فاحنا لسه على نتيجه الشوط الاولاني 0-0 زد والاهلي، 2-0 الزمالك والاتحاد، وما زلنا حتى صفاره الحكم سواء في اللقاء ده او في اللقاء ده. ولكن احنا نقلنا تقريبا الاحداث اللي بتدور في الملعب سواء هنا او هنا في مباراه ما قبل القمه، ونقلنا التغييرات اللي كل مدرب حاول يعملها. ولكن الملاحظ هنا، ولكن اخر ملاحظه عندي احب ادونها، وهي ملاحظه نادي الاتحاد والكابتن طارق العشري. نادي الاتحاد اللي تقريبا ما جاش المباراه غير على الورق او غير شكل في ارضيه الملعب، ولكن اداء، خطه، طريقه، محاولات مفيش. ولكن نادي الاتحاد اللي تقريبا ما جاش المباراه غير على الورق او غير شكلا في ارضيه الملعب، ولكن خططيا، اداء، طريقه، محاولات، احساس ان انت فريق جاي تلعب على بونت حتى او على التعادل او بتدافع دفاع متقفل وبتضيق المساحات، مفيش. الاتحاد النهارده لا حول له ولا قوه، تقريبا لسه الصيام مأثر عليه، العيد وكحك العيد متقلينه قوي سواء فكريا او بدنيا او مهاريا في ارض الملعب. فنقدر نقول ان مبروك لنادي الزمالك في لقاء ما قبل القمه، نقدر نقول هارد لك لنادي الاتحاد الخساره النهارده. على مستوى النادي الاهلي قدرت الدقيقه 89 انها تقدم الهدف الاول للنادي الاهلي، وده بيقول ان مارسيل كولر تدخل بتغييراته وقدر ان هو يعدل من شكل فريقه، او ان هو يقلب الطاوله في اخر 10 دقائق على نادي زد، وتحديدا في الدقيقه 89 يحرز النادي الاهلي الهدف الاول له، والهدف اللي خطف بيه الثلاثه بوينت في المباراه. ده كان لقائي الفريقين ما قبل لقاء القمه. يا ترى الفريقين هيكون عندهم استعداد ايه؟ الزمالك بصفقاته كامله دون نقص في اللقاء اللي جاي، والنادي الاهلي بنجومه اللي كولر بدا يريحهم ويعمل لهم راحه، او ويعني اللي كولر بدا يريحهم ما قبل لقاء القمه علشان خاطر ماتش الزمالك. يا ترى الاثنين هيقدموا لنا ايه في القمه؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله يوم المباراه. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك، اعاد الله عليكم وعلينا وعلى الجميع وعلى الامه العربيه والاسلاميه بخير. والى اللقاء ان شاء الله في مباراه الزمالك والاهلي في قمه قطبي الكره المصريه.